السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا زهقنا من الاكل، بقالنا 10 ايام بناكل فراخ وكفتة وحمام وبط. فالنهاردة قلت انا نعمل حاجة خفيفة جدا وفي نفس الوقت مش مكلفة، وحاجة كده من الاخر طعمها يجنن. طبعا احنا كلنا بنحب العدس، فالنهاردة فكرت ان انا هعمل عدس كشري اصفر بطريقة امي الله يرحمها، وحاجة كده جميلة وان شاء الله يعجبكم. هنجيب 3 معالق زيت، عليهم كوبايتين رز وكوباية ونص عدس، وهنقلبهم مع بعض، وبعد كده هنغسلهم ونسيبهم لما ينشفوا من المية. وهننزل بالزيت ب3 معالق زيت، وهننزل بالعدس وهنقلبهم لحد ما يتشوحوا مع بعض تقليبة حلوة كده. طبعا كل ما بيتقلبوا في الزيت كل ما يطلع الرز مفلفل. هنحط معيار المية حوالي كوباية ونص من المية. طبعا الكشري الاصفر بيبقاش محتاج مية كتير علشان ما يعجنش، غير الرز. طبعا الرز ليه مقدار، لكن الكشري الاصفر بيبقى مقدار المية بتكون بسيطة جدا مش كتيرة. الكشري الاصفر بيتعمل معاه بطاطس مقلية، سلطة، بيض مسلوق وبندحرجه في معلقة سمنة بلدي، وبنعمل جنبيه بتنجان مع طرنشات القوطة مع الفلفل الحامي مع فلفل تتبيلة البتنجان عبارة عن 5 فصوص ثوم، قرن فلفل حامي، ومعلقة ملح، معلقة كمون، معلقة خل، عصرة ليمون، وهنضربهم في الخلاط او في الكبة. وكده يبقى بألف هنا وشفا يا رب على قلبكم. وان شاء الله انتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله تعجبكم. هنزل باذن الله، هنعمل فيديوهات عن لبس العيد، وهنعمل كمان فيديوهات على كحك العيد، وهنعمل كمان كحك العيد في البيت حصري، وان شاء الله هيعجبكم. كل سنه وانتم طيبين. وهو ده الشكل النهائي للكشري الاصفر، حاجه كده من الاخر. بألف هنا وشفا.